هاعمل معاكم النهارده أكلة حلوة جدًا على السفرة، تنفع أوي للعزومات وشيك جدًا وراقية كده، وفي نفس الوقت سهلة جدًا وما بتاخدش وقت أبدًا. هنعمل الرز المكرمل وهنعمل كمان عرق تريبيانكو بطريقة سهلة أوي، ومن غير ما نربط اللحمة ولا أي حاجة. ده عرق التريبيانكو بس هو كان عندي في الفريزر من أيام العيد، فما كانش متنضف. طبعًا لو أنتِ هتشتريه من الجزار قولي له عايزة عرق تريبيانكو متنضف من الحاجات اللي حواليه دي، لأن دي لا هي دهون بتسيح ولا هي حاجة بتتاكل، فكده لازم تتشال. لازم حتة اللحمة تبقى حمرا معاكي علشان تقدري انت تعملي الوصفة، ولما تيجي تقطعيها ما تبقاش مضايقاكي. انا حاولت اشيلها بالسكينة قدر الامكان علشان احاول احافظ على حتة اللحمة وما اقطعش منها كتير، وده بيكون شكلها. تقدري بقى تعمليها وصفة جميلة جدا للحمة الباردة. هنا بدأت اجيب قطعة زبدة كده حلوة واحطها في الميكرويف علشان تسيح. والتوابل بتاعتي عبارة عن بابريكا، هنحط منها معلقتين كبار، وشوية فلفل اسود مش كتير، وشوية بهارات لحمة، وعندك كمان شوية توم باودر. وهنا معايا فصين توم هبتدي ان انا هرسهم بالهراسة كده وانزلهم على الخلطة اللي احنا عملناها دي. والخلطة دي لازم تكون سايحة شوية علشان تعرفي تغلفيها كويس جدا. قلبت بقى الخلطة مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان هنضيف لها الملح لان كنت نسيته، تقريبا معلقة شاي مليانة، يعني مش هنحط ملح كتير. وبعد كده هبتدي انشف اللحمة كويس جدا من اي مية فيها، وانزل عليها بالخلطة الجميلة دي وادلكها، اعمل لها تدليك كويس جدا علشان تتشرب كويس قوي. الموضوع كله بيتعمل على طول، يعني احنا مش محتاجين نتبلها لمدة طويلة، لا احنا بنتبلها وبنشتغل على طول. فاذا هي من الوصفات السريعة جدا اللي بتتعمل بسرعة. في طاسة واسعة او مثلا صينية حتى، هناخد حتة زبدة كده محترمة، وهنبتدي ان احنا نزودها كمان شوية زيت صغيرين علشان الزبدة ما تتحرقش. وهنزل بعد كده بكام حباية من الفلفل الاسود الحصى، وهنحط كمان فصين او 3 من الثوم انا قطعتهم كده شرايح. ولازم الزبدة والزيت يكونوا سخنين جدا واحنا بننزل اللحمة، فبنستنى شوية لحد ما تسخن جامد، وبعد كده بننزل باللحمة علشان تاخد صدمة وما تنزلش اي سوائل. نحبس السوائل جواها علشان كل ما بتحبسي السوائل جواها كل ما انتي الوصفة بتاعتك نجحت. هنا كمان نزلت بعودين روزماري كده، وبدأت ان انا اشوح اللحمة على كل الاتجاهات زي ما انتوا شايفين. عاوزين اللحمة تاخد صدمة من كل الاتجاهات حرفيا، يعني حتى من تحت ومن فوق. شايفين اللون البني ده؟ احنا عايزين اللحمة كلها تبقى اخده نفس اللون بالظبط، حتى من الجزء اللي تحت ومن الجزء اللي فوق. ببتدي ان انا اشوحها كويس قوي واقعد اقلبها كذا مره علشان اتاكد ان مفيش اي حاجه ما خدتش لون. عايزين نحبس السوائل كلها جواها. وبكده كانت خلاص اخدت لون من كل الاتجاهات وجاهزه للمرحله اللي بعد كده. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. ممكن جدا تعمليها في الكيس الحراري زي ما انا هعمل دلوقتي، وممكن كمان تحطيها في صينية وتغطيها بورقة فويل وتسيبيها تستوي لمدة ساعة في الفرن، مش هتاخد اكتر من كده. اهم حاجة ان احنا نقفل الكيس كويس لو احنا نحط الكيس الحراري، وكمان نفتحه فتحتين من فوق بالمقص. وطبعا انا حاطة جوه عود روزماري، وحطيت كمان فصين من الثوم لتعزيز النكهة كده وتبقى طعمها حلو. هنا زي ما انتوا شايفين حطيت شوية مية في الصينية وهندخلها على الفرن. الفرن مسخن مسبقا لمدة ساعة. وهنجهز بقى في الوقت ده الرز بتاعنا. هنحط معلقة كبيرة حلوة كده من الزبدة، وهنحط كده حاجة بسيطة جدا من الزيت. معانا لكل كوباية رز معلقة واحدة كبيرة من السكر، يعني أنا هعمل مثلا كوبايتين من الرز هتحطي معلقتين من السكر. هتسيبيه السكر ده بقى لحد ما يتكرمل وياخد اللون اللي احنا عايزينه. عايزين لون بني مكرمل كده او ذهبي، حسب درجة اللون اللي انت بتحبيها. انا بحبه بصراحة اللون المكرمل اللي هو تقيل شوية، عامل زي الرز بالجمبري مثلا او رز السمك. بسيبه بقى يتكرمل زي ما انتوا شفتوا كده. واول ما بياخد اللون ده ببتدي انزل عليه ببصلايه مفرومه. انا استخدمت هنا بصل ابيض، هنزل بيها بالشكل دوت وهقلب كويس قوي. وبعد كده هنزل بقرفه خشب، قرنفل مسمار، وهكون بقى مجهزه كوبايتين من الرز مغسولين ومصفين كويس جدا، هنزل بيهم بالشكل دوت وهقلب كويس قوي. وهحط بعد كده رشه من الفلفل الاسود، وهنحط بعد كده الملح. طبعا الملح بزوده شويه عن الطبيعي عشان يعادل السكر اللي احنا حطيناه. يعني انا حطيت لكوبايتين الرز معلقه كبيره مليانه من الملح. بعد كده هنزود الميه بتاعتنا اللي هي العاديه اللي احنا بنحطها للرز، وهنسيبه على نار عاليه وهنغطي عليه لحد ما يتشرب. بعد كده بنبتدي ان احنا نوطي النار. هو اتشرب هنا بقلبه كويس قوي وبوطي النار. شايفين ما شاء الله لون الكرمله بتاعته عامله ازاي؟ حلو جدا. وبعد ما عدى ساعه على اللحمه اللي في الفرن طلعتها وفتحت الكيس زي ما انتوا شايفين، وخرجت السوائل اللي فيه وخرجت كمان اللحمه. شلت الكيس الحراري وبعد كده بدات ان انا ادخلها الفرن تاني علشان بس تنشف شويه، وكمان الصوص اللي فيها ده ينشف خالص.
خالص. وبعد ما بتخرج من الفرن بتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس طبعا ما ينفعش ابدا ان احنا نقطعها وهي سخنه، فبنسيبها شويه حلوين كده لحد ما تبرد تماما تماما، وبعد كده نبتدي ان احنا نقطعها. بتتقطع بقى معاكي بسهوله جدا جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، يعني لونها وشكلها وطراوتها خطيره بجد. عاوزه اقول لكم ان هي بتتقطع المفروض بسكينه مشرشره، بس انا والله استخدمت السكينه العاديه وفعلا قطعتها ممتازه جدا. وزي ما انتم شايفين الشرايح رفيعه وحلوه ازاي. بصوا بقى من جوه اللحمه عامله ازاي. لو ضغطنا عليها كده شايفين السوائل اللي جوه، ده معناه ان هي ما شاء الله اللهم بارك السوائل ما خرجتش منها ومحتفظه بيها جوه اللحمه، وده معناه ان اللحمه طريه جدا وطعمها كمان حلو قوي. اللهم بارك حلو جدا جدا، عمل كميه حلوه قوي. تعالوا بقى الرز بتاعنا كان اخد لون جميل قوي قوي قوي، وخلاص هنبتدي ان احنا نغرف طبقنا. هو بصراحه طبق ممتاز جدا للعزومات، وممكن كمان لو عندك حفله فيها اوبن بوفيه، خطوبه او عيد ميلاد او اي حاجه بتعمليه روعه جدا، لا بيكلف وقت ولا مجهود كبير. بس هو صراحه عرق اللحمه اللي غالي شويه، بس بصراحه نتيجته ممتازه وطعمه حلو. وزي ما قلت لكم احنا بنعمله بس في عزومه، مش مجرد ان احنا بنعمل طبخه عاديه، لا دي وصفه للعزومات علشان تشرفك وتشرف بيتك، وربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو يا جماعه، عشان بجد بتتفرجوا على الفيديوهات وما بتعملوش اي لايك ولا اي تفاعل، وده بيزعلني جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.